السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال. النهارده إن شاء الله جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. طبعا كالعادة بحب قبل ما أبدأ الفيديو بحب أرحب بكل متابعيني من داخل مصر وخارج مصر، كلكم على راسي من فوق. أهلا وسهلا بكل الناس الجديدة اللي دخلت معايا جديد في القناة، منوريني ومشرفيني وجودكم معايا ده شرف كبير أولي. حطوا بقى لايك الفيديو، اشتركي معايا لو مش مشتركة من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو. طبعا اهم حاجة متنسيش تفعلي جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد انا بنزله. واكيد اكيد بستنى كومنتاتكم الحلوة اللي بتسعدني، ربنا يسعد قلوبكم جميعا جميعا يا رب العالمين. ويلا بقى بينا على طول نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. معانا بقى روتين النهارده ان شاء الله، روتين الست المصريه في استعدادها لشهر رمضان الكريم. وعايزه اقول لكم ان اكتر من 3 ارباع ستات مصر او الاغلبيه يعني بيحبوا يعملوا اللي هي ايه، كفتة الرز أو الكوبيبة على حسب بقى ما بتسموها يعني، لأن في ناس بتقول عليها كفتة رز وفي ناس تانيين بيقولوا عليها الكوبيبة على حسب بقى ما بتسموها في بلدكم. المهم ان هي يعني اكيد حاجة كده اساسية لازم تكون موجودة عندنا يعني في رمضان. وكمان هي حاجة اساسية لازم تكون موجودة كمان على سفرة رمضان اول يوم رمضان، يعني اول يوم فطار في رمضان. فبنعملها كده بكمية ونبدأ إن إحنا نفرّزها في الفريزر، ووقت ما بنحتاج بنطلّع من الفريزر على طول عشان خاطر بقى ما ناخدش بقى وقت معانا، وتكون حاجتنا موجودة عندنا يعني. فطبعًا عايزين بقى نستغل فرصة رمضان طبعًا للعبادة، وطبعًا ده شهر بييجي في السنة فعايزين نستغله صح يعني، فبنوفّر كمان على نفسنا وقت بقى وتعب ومجهود. فالحاجات دي بتتعمل على أساس وسبيل كده يعني اللي هو إيه، ما نضيّعش وقت في الفاضي يعني في وقفتنا في المطبخ وكده. المهم بقى زي ما أنتم شايفين هاعملها بقى النهارده عشان خلاص بدأت إن أنا أعمل تجهيزات بقى وتحضيرات رمضان الضرورية اللي أنا أكون محتاجاها تكون موجودة تحت إيدي يعني. فطبعًا هاقضّي بقى معاكم النهارده روتين في المطبخ، وكمان هندخل برضه في أوضة النوم نعمل هناك روتين، وهتقضّوا معايا اليوم إن شاء الله بإذن الله يكون فيديو النهارده خفيف كده على قلوبكم، وتطلعوا كده مستفيدين منه بأي حاجة، إن شاء الله يكون شوية طاقة إيجابية ويعجبكم بإذن الله. المهم عايزة أقول لكم امبارح بقى قبل ما أنام جبت كده كمية رز حلوة، أو كمية الرز اللي تكفيني يعني، وغسلتها كويس وبعدين نقعتها حوالي نُص ساعة، وبعدين فردت كده فوطة مطبخ بس تكون كبيرة أو أي حاجة يعني عندِك بتستخدميها لكده، وبدأت إن أنا أفرّد عليها الرز، قُمت الصبح بقى لقيته ناشف وزي الفل، فطحنته كلّه في المطحنة بتاعة الخلاط زي ما أنتم شايفين، وبعدين جبت بقى بولة حطيته فيها زي ما أنتم شايفين كده. هنا بقى جبت الكبة زي ما أنتم شايفين حطيت فيها بصلتين كده متوسطين، وكمان حزمتين من الخضرة كزبرة كده على شبت، وكمان حطيت حوالي كده 10 فصوص من التوم وفرمتهم كويس جدًا لحد بُصّوا ما اتعصروا معايا كده في قلب الكبة. طبعًا تقدري تستخدمي الخلاط عادي جدًا، تحطي بس كده يعني إيه معلقتين مَيّة عشان خاطر يمشّوا لِك الخلاط مش أكتر من كده، تمام. المهم وكمان تقدري تجيبي اللي هي الرز ده تجيبيه من عند العطار، بتجيبي اللي هو دقيق الرز بيتباع عادي جدًا، بس عايزة أقول لكم إن هو ما بيبقاش حلو صراحةً زي اللي بنعمله في البيت، لأن أنا جربته قبل كده، ما حسيتش فيه اللي هي المدغة اللي بتكون في الكفتة بتاعة الرز اللي إحنا يعني الرز اللي إحنا بنغسله كده وبنطحنه في قلب البيت، يعني هو بس إيه بيسهّل عليكِ الأمور مش أكتر من كده، تمام. بس أنا كشيماء حاسة إن لأ، الرز اللي باعمله في البيت بيكون أطعم وبيكون ليه طعم تاني خالص، فكل واحد برضه على حسب راحته. المهم بقى إيه، زي ما أنتم شايفين كان عندي بقى إيه، ربع فرخة أو صدر فرخة يعني، فقطّعته كده مكعبات وبعدين هافرمه فرم كويس جدًا، جدًا في الكبة زي ما أنتم شايفين. وكمان لو مش عندِك كبة ما توقّفيش نفسِك يا ست الكل على أي حاجة، عندِك المطحنة بتاعة البهارات، قطّعي كده الصدر كده مكعبات وافرميه في قلب المطحنة، مش هيقول لِك لأ خالص، هيبقى زي الفل. المهم عايزة أقول لكم إن معايا كده حوالي كيلو ونُص من الرز المطحون، وكمان معايا من دقيق الرز يعني، وكمان معايا حوالي نُص كيلو من الفراخ المفرومة زي ما أنتم شايفين. في ناس ممكن تستقل كمية الفراخ يعني، بس عايزة أقول لكم في ظل الغلا اللي إحنا فيه ده فكويسة حلوة يعني مش هتقول لأ. وكمان عايزة أقول لكم إن كانت أمي والله العظيم بتعمل لنا كفتة الرز من غير أي لحوم، بتكون طعمها حلو أوي، بتكون جميلة وزي الفل، ما بتقولش لأ على فكرة، تمام. وهي أساسًا يعني أساس بقى الأكلة المصرية دي اللي هي كفتة الرز يعني، ما بيكونش فيها أي لحوم على فكرة، فهو على حسب راحتك، محتاجة تعمليها أو تعرفي تعمليها من غير لحوم فبراحتك، بتحبي تزودي كمية اللحوم شوية عن الرز برضه براحتك، تمام. المهم حطيت بقى بهارات على
حطيت بهارات إيه، أو توابل يعني على الكفتة، حطيت ملح وفلفل أسود وكزبرة بهارات مشكّلة، وكمان نُص معلقة من الكمون، والتوابل التانية كلّها معلقة كبيرة، اللي هي الكزبرة والفلفل الأسود والبهارات المشكّلة والملح معلقة كبيرة، ولكن الكمون نُص معلقة بس. تمام. المهم بقى زي ما أنتم شايفين يعني إيه هاعجنها كويس جدًا، وعايزة أقول لكم لو كمية الخضرة اللي أنتِ عملتيها مضبوطة على الرز بلاش تحط مَيّة، يعني لو اتعجنت معاكِ وبقت كده حلوة بلاش تحط مَيّة. أنا طبعًا هنا حسيتها إن هي إيه، الخضرة اللي عندي يعني حسيتها إن هي قليلة يعني وما اتعجنتش معايا، فجِبت معلقتين 2 بس من المَيّة، وخلّي بالِك وأنتِ بتعجني كفتة الرز لو زوّدتِ فيها المَيّة مش هتعرفي تتصرّفي فيها بعد كده غير لمّا تطحني رز تاني وهتبقى مشكلة يعني، لو أنتِ احتجتِ مَيّة فاللي هو إيه، حطّي واحدة، واحدة. تمام. فالمهم بقى زي ما أنتم شايفين خلاص عجنتها وبعدين هاصبّعها، عايزة أقول لكم إن إحنا كلنا شاطرين جدًا، جدًا، وفي ناس كتير جدًا، جدًا بتعرف تعمل كفتة الرز أحسن من شيماء كمان، فهو بس إيه اللي هو باشارككم يومي مش أكتر من كده. فيا رب يكون يوم النهارده خفيف كده على قلوبكم وتطلعوا مستفادين منه أي حاجة، وكمان لو حد كده لسه كسلان ما عملش كفتة رز عشان خاطر رمضان، يقوم كده يتشجع ويفرم له كده يغسل له كده شوية رز ويقوم كده يطحنهم في المطحنة، والموضوع سهل وبسيط جدًا، ما فيش فيه أي صعوبات يعني ولا أي افتكاسات، ده يعني أسهل ما يكون هي كفتة الرز يعني، مش عايزة يعني معلمة ولا حاجة. تمام. المهم بقى إيه، هاصبّع بقى كل الكمية اللي معايا، وهابدأ بقى كده إيه، أحطها كده على جنب، ونغسل بقى المواعين، وزي ما قُلت لكم هنقضّي هنا الروتين في المطبخ، وكمان هنقضّي روتين كمان في الغرفة بتاعة النوم. عايزة أقول لكم اللي هو إيه، اشتلت الفرشة بتاعة السراير غسلت بتاعة السراير مش عارفة مالي كده النهارده. اشتريت الفرشة بتاعة السراير، شغّلت عليهم الغسالة، وفي الوقت ده كنت مخلّصة كل اللي ورايا، مخلّصة مصالح بيتي كلّها. تمام. قُلت بقى أدخل أجهّز بقى وأعمل كده استعدادات رمضان الطقوس بقى اللي أنا أخدت عليها كل سنة، وكل سنة وحضراتكم جميعًا طيبين وبخير وصحة وسعادة وأحسن حال يا رب العالمين. وكمان اللي هو عايزة أروح بقى يوم عند أمي، برضه أنضّف لها البيت وكده، زي ما أنا متعودة يعني، فباحاول كده إن أنا أنجز حاجات كده بدري، بدري، عشان ما أكونش اللي هو إيه، قصّرت برضه من ناحية أي حاجة. فربنا يعطينا ويعطيكم الصحة جميعًا يا رب العالمين. المهم بقى إيه، هاصبّع الكمية كلّها بنفس الطريقة. أهم حاجة وأنتِ بتصبّعي برضه إيه، ما تكبّريش الصابع أوي، لإن طبعًا لسه هتحمّريه، وكمان لسه بقى إيه، هيتحط في شوربة أو مرقة يعني، أو هتسبّكي له على حسب ما أنتِ عاوزة، فالإيه، فالصابع إيه، بيبدأ إن هو يفِش شوية أو يكبر شوية عن كده يعني. تمام. فهنا خلاص بقى خلّصت الكمية كلّها حطيتها على جنب، وكان بقى إيه، الأستاذ محمد إجا من الحضانة وقعد بقى إيه يسليني كده، ونغني بقى إيه أغاني رمضان كده مع بعض، اللي هو باحب كده أحمّس كده وأحفّز ولادي وأحببهم كده في رمضان، عشان يكونوا إيه طلعوا كده يعني يطلعوا يحبوا رمضان زي ما إحنا متعودين يعني نعوّد ولادنا إن شهر رمضان ده بيبقى شهر مميز في كل حاجة سبحان الله، بيبقى نوره كتير، نوره زيادة زي ما حكيم بيقول يعني، وبيبقى ليه كده طقوس حلوة طعمها حلو، ليها ريحة تانية خالص عن بقية شهور السنة. فأول بأول كده خلصت بقى إيه، الكفتة وحطيتها على جنب، قُلت تتشمّع شوية قبل ما أحطها في الفريزر يعني، وكمان الجو النهارده كان برد جدًا، فما احتجتش إن أنا أدخّلها يعني التلاجة قبل ما أصبّعها وقبل إيه، ولا قبل ما أحطها في الفريزر يعني. المهم بقى أغسل بقى شوية المواعين كده على السريع، وأشطّب كده المطبخ، وأدخل بقى على طول أشوف أعمل إيه تاني، لإن بقى إيه، آمم النهارده هاشوي سمك يعني وكده، فألحق أعمل الغدا قبل ما الولاد ييجوا من المدرسة يعني وكده. تمام. بس كنت هنا صراحة باحمّر بطاطساية لمحمد، لإن محمد ما بياكلش السمك خالص، لا بياكل بقى سمك مشوي ولا مقلي ولا أي حاجة. خلاص بقى كده إيه، قُلت أدعكهم كده مرّة واحدة أو أليّفهم يعني مرّة واحدة كده، وبعدين أشطّفهم برضه كده مرّة واحدة، لإن الموضوع مش مستاهل يعني مش مواعين مش كتير، اللي هو إيه، يعني أعمل واشطف على طول يعني. تمام. وكمان باحب اللي هو أغسل كده كمية مواعين وبعدين أشطّفها كده مرّة واحدة، عشان ما اقعدش فاتحة الحنفية وأستهلك برضه مَيّة كتير، وباحس إن كده أسرع وأسهل يعني. بس بقى لمّا يكون عندي مثلًا عزومة وعندي كمية مواعين كتيرة جدًا، جدًا، ما باحبش اللي هو أغسل برضه المواعين بتاعة العزومة كلّها مرّة واحدة، اللي هو يعني أدعكها أو أليّفها كده مرّة واحدة، وبعدين اللي هو أشطّفها مرّة واحدة، لإن هُم يعني بتبقى كمية مواعين كتيرة يعني أو كبيرة.
ليه بقى، باحس إن الصابون صراحةً راح من عليها، ولكن دول حبّة مش مستاهلين يعني، فقُلت أدعكهم كده مرّة واحدة وأشطّفهم مرّة واحدة. تمام. وكمان عايزة أقول لِك إن أول بأول كده إيدِك كده في الحوض بتاع المواعين، تحسّي إن الشقة كلّها نضيفة وزي الفل، طول ما فيش مواعين على الحوض سبحان الله تحسّي إن الشقة كلّها رايقة. خلاص بقى شطّبت غسلت كده شوية المواعين وقُلت إيه، حطيتهم بقى كده كفّيتهم كلّهم في الإيه، في الطبق كده، قُلت إن هُم يتصفّوا براحتهم يعني. هاغسل بقى الحوض زي ما أنتم شايفين غسلة حلوة كده ورغاوة بقى وصابون ونشاط مش عايزة أقول لكم. وهابدأ برضه إن أنا أشطّفه كده وأشدّه كده بالفوطة وألمّعه واخلّيه زي الفل. بس عايزة أقول لكم طول ما إحنا إيه مستعدين بقى كده لرمضان، ولسه مثلًا 10 أيام على رمضان، لسه 5 لسه 3 فاهمين، بتحسوا إن الأيام طعمها حلو أوي وطعمها جميل جدًا، جدًا، تحسي كده بريحة رمضان ونفحات رمضان سبحان الله. وأول كده ما رمضان بييجي سبحان الله بتزعلي كده، يعني أنا كده، باحس خلاص إن الشهر عدّى، أول يوم والتاني أسبوع عدّى، فتحسوا خلاص إن رمضان سبحان الله عدّى كده ونبدأ بقى نستعد للعيد وكده. فهو سبحان الله ضيف خفيف كده ما بيحبش يتقل نفسه أبدًا. فالمهم غسلت بقى المواعين والدنيا بقت معايا زي الفل، قُلت بقى إيه، أجيب بقى الأطباق الفِل اللي أنتم شايفينها دي، وكمان جِبت أكياس بتاعة التلاجة وفتحتها، وأبدأ بقى إن أنا أضبّط كده، أو اللي هو أستِّف كده الأطباق على حسب الكمية اللي أنا محتاجاها، يعني أحُط في كل طبق الكمية اللي أنا بابقى محتاجاها. مثلًا أول يوم رمضان باحب اللي هو إيه، أكتّر شوية عشان ممكن مثلًا يعني إيه، بيبقى يتبقى لتاني يوم فاهمينّي؟ فإحنا طبعًا متعودين على كده، أول يوم رمضان فأكيد بيتبقى أكل لتاني يوم وكده، تمام. فاللي هو باحب اللي هو يكون الأكل بزيادة شوية. بس عايزين بقى رمضان السنة ده إن شاء الله نكون نحافظ يعني بزيادة، ما يكونش بقى في إهمال أو إسراف في الأكل، لإن أنتم شايفين بقى الدنيا غلا وكده، فطبعًا كل واحدة مننا بتبقى عارفة مثلًا عيلتها كام فرد بياكلوا قد إيه، والكمية اللي بياكلوها، فيا ريت يكون الأكل على قد يعني. فبلاش إن إحنا نصرف ونهلك في الأكل يعني وكده. يعني مثلًا ما يبقاش أكل يقعد بقى لتالت يوم، تالت يوم ده طبعًا ما فيش حد هييجي له نِفْس إن هو ياكل 3 أيام ورا بعض، اللي هو الأكل نفسه هواه، فاهمينّي؟ فهنا بقى زي ما أنتم شايفين اللي هو بارتّب كده الكمية اللي أنا محتاجاها، وباجيب بقى الورق الإسترتش وأغلِّف بيه الأطباق، وطبعًا تقدري تجيبي بقى اللي هي الأطباق اللي هي الشفافة دي، يبقى فيها منها فيها بالغطا بتاعها يعني، بتيجي من عند العطار برضه بتبقى حلوة جدًا، جدًا في التفريزات، فعلى حسب بقى ما بتحبوا. وكمان عايزة أقول لِك تقدري تعيني الكفتة دي عجينة، تقدري تعينيها كده، تجيبي أكياس التلاجة وتحطي الكمية اللي أنتِ محتاجاها وتعينيها عجينة، على حسب بقى ما بتحبي تطلّعيها، فتجيبيها كده تطلّعيها وتصبّعيها تبقى معاكِ زي الفل. كمان في ناس بتحب تعينها متحمّرة، ولكن صراحةً لأ، باحس إن طعمها بيغيّر معايا مش عارفة ليه. فكل واحد طبعًا على حسب ما بيحب يعني يا جماعة، في ناس بتحب تعينها متحمّرة تقول لِك إيه، اللي هو ما تاخدش معاها وقت، وطبعًا هي فكرة حلوة وكل حاجة، وكل الآراء يعني على راسنا من فوق، ولكن زي ما قُلت لكم كل واحد على حسب ما بيحب. أنا كشيماء باحس اللي هو إيه، باحس إن طعمها بيغيّر لمّا باحمّرها وباعينها متحمّرة في الفريزر يعني. المهم بقى خلّصت بقى كل الكمية اللي معايا وضبّطتهم، طلع معايا ما شاء الله كمية حلوة جدًا هتكفّيني طول شهر رمضان، وحطيتها كده في قلب الفريزر، وجيت بقى هنا على طول قُلت بقى إيه، أنشر بقى شوية الغسيل لإن خلاص كانوا اتغسلوا وبقوا معايا زي الفل. بُصّوا هُم بس إيه، اللي هُم فرشة السراير، لإن برضه كنت شايلة الفرشة بتاعة الولاد، بتاع سراير الولاد، قُلت بقى إيه، عشان خاطر أكون يعني أفضل مثلًا فترة مرتاحة شوية من الإيه، من الغسيل وبتاع اللي هو الفرش السراير وكده، لإن طبعًا أنا عاملة معاكم التنظيفات بقى بتاعة رمضان العميقة جدًا، جدًا، قُلت لكم اللي هو بعد كده هيبقى على قد مثلًا ملاية سرير وكده يعني. فقُلت خلاص بقى إيه، أشتري بقى الفرش بتاع السراير لإن خلاص كان محتاج إن هو يتغيّر، وأقعد بقى كده أسبوع كده مرتاحة من الفرش بتاع السراير وما أشغلش بالي أبدًا. فقُلت خلاص هاشتريهم بقى النهارده أغيّرهم كده وأغيّر بقى للسراير. وعايزة أقول لكم اللي عملته هنا، عملته برضه في أوضة الولاد بس عشان خاطر يعني إيه، اختصارًا بقى للوقت بتاع الفيديو وكده، فباقول لكم اللي عملته هنا عملته هناك، وخلّيت الغرفة بتاعتهم نضيفة وزي الفل.
المهم بقى خلّصت بقى نشرت شوية الغسيل، وعايزة أقول لكم والله العظيم كنت بانشر، وكنت عايزة ألمّهم تاني ليه، الجو بقى مش مستقر وشوية يشتي وشوية يغيّم، فقُلت بقى خلاص هُم ونصيبهم، لو حسيت إن الجو هيمطّر يعني فهاشتغلهم إيه، أنشرهم على المنشر اللي جوّه، هُم طبعًا لو شوية هدوم فهانشرهم جوّه في المنشر اللي أنا عاملاه يعني إيه، عشان خاطر برضه المطرة يعني وكده. فعشان خاطر هُم بقى فرشة سراير وكده يعني إيه، المِلْي بقى طويلة وكده، فمش هينفع في الحبل اللي جوّه، وخاصةً بقى إن في مفارش قطيفة يعني وكده، تمام، فقُلت بقى خلاص لو الجو مطَّر هابدأ إن أنا أشيلهم وأدخّلهم على المنشر اللي جوّه وخلاص. هنا طبعًا جيت بقى إيه، غيّرت بقى فرشة السرير، حطيت بقى الطقم اللي لونه أبيض ده، وكمان حطيت بقى الدفاية بتاعة الولاد بتاعة أوضة الأطفال على السرير. أنا بُصّوا أنا ما باوقّفش نفسي على حاجة، يعني باحب إن أنا أغيّر، ممكن أحط الدفايات بتاعة السرير الكبير في الغرفة بتاعة الأطفال عادي، ماهيش عندي مشكلة يعني. عايزة أقول لكم باحب الطقم ده على بعضه جدًا، طقم السرير ده اللي هي الملاية البيضا والدفاية لونها لبني في أبيض بقى زي ما أنتم شايفين، باحس صراحةً إن شكلها حلو أوي في الأوضة هنا. باحس كده إن الغرفة مبهجة يعني. فالمهم شايلة برضه اللي هو السجاد وقُلت هاكنس كده سريع، سريع، شايفين بقى النضافة يا ولاد بسم الله ما شاء الله، هدِّت حيلنا ونضفتنا وشايلين السرير وقاعدين بُصّوا جايبين الغرفة دي من فوق لتحت، يعني إحنا جايبين الأوضة دي يعني قالبينها كده عليها واطية. فهو سبحان الله نضافة ما بتخلصش يعني سبحان الله، لو نضّفت كل يوم فهو حاجة لابد منها يعني، تمام، فاشتلت بقى السجاد زي ما أنتم شايفين وكنست بقى وقُلت كده ألمّع تلميعة على السريع، وهابدأ إن أنا إيه، أفرش السجاد تاني ويكون برضه الغرفة معايا كده نضيفة وزي الفل. عايزة أقول لكم والله العظيم لمّا غيّرت الفرش كده للسرير حاسة إن الغرفة أو الأوضة لسه عاطية لها التنضيفة العميقة دلوقتي، حاسة كده بطاقة إيجابية. سبحان الله يعني حتى بس يعني التغيير حلو حتى لو هتغيّري الملاية بتاعة السرير، فبتحسي بفرق، بتحسي كده إن أنتِ قلبتِ الغرفة كلها. هو كل اللي عملناه غيّرنا الفرش بتاع السرير مش أكتر يعني، تمام. فكنست بقى الغرفة ومسحتها وبعدين فرشت السجاد زي ما أنتم شايفين، وقُلت بقى إيه ألمّع الأسطح كده على السريع، وكمان لمّعت المراية بتاعة التسريحة. عايزة بس اللي هو إيه أستعد كده لرمضان ب يعني تكون كل حاجة عندي مضبوطة وزي الفل، ما يكونش مثلًا أول يومين في الصيام طبعًا بيبقوا صعبين مش عايزة أشغل بالي، السرير مثلًا عايز يتغيّر له، اللي هو مثلًا الغرفة السجاد عايز يتشال عشان مثلًا أكنس وأمسح وكده، لأ. عايزة كده أقعد مثلًا أسبوع أكون مرتاحة لحد ما آخد على الصيام يعني وكده. المهم بقى بعد ما لمعت بقى التسريحة والكومودينو ورجعت كل حاجة مكانها تاني، والغرفة بقت معايا جاهزة وزي الفل، وزي ما عملت هنا عملت في أوضة الأطفال برضه، وطبعًا ده كان الشكل النهائي بعد ما اديت لها كده التنضيفة المعتبرة عشان نكون جاهزين مستعدين لشهر رمضان، لاستقبال شهر رمضان. طبعًا ده كان فيديو النهارده، وده كان يومي، ويا رب يكون عجبكم واستنوني إن شاء الله بإذن الله في يوم جديد، أشوفكم على خير، مع ألف سلامة.